دابا تقريبا سيمانة سيمانة وزيادة باش رجعتو تقراو العطلة الثانية، الدورة الثانية. سبحان الله، دائما في ديك الأول ديال الدورة الثانية كيكون عندك ديك الحماس وديك واحد الموتيفاسيون كيكون عندك في الأول، كتمشي بواحد ليفور اللي هي كبيرة، كتقول ان شاء الله كلشي غيتبدل. هاد الدورة الثانية غتكون غتكون في شكال، غنبقى نجيب النقط مزيونين، والحوايج اللي كنت كنعملو في الدورة الأولانية، الحوايج اللي هما سلبيين وهادي كنحيدهم. وفوياخ كيكون صافي هاد العزيمة كتبدا طيح من أول نقطة ديال أول امتحان في الدورة الثانية. وهنا خصك تعرف راسك واش بصح نسينا واحد الإنسان اللي هو قادر أنه يوصل. لأن إلا أثرت فيك ديك النقطة ديال الامتحان الأولاني، قلتي صافي جبرتي أن امتحان جبتي مثلا فيه المهم أقل من المعدل، صافي كتفشل، كتقول صافي ماشي مشكل هيدا وصافي، هاني دابا واخا ما كيبقاش عندك ديك أنك تجيب مثلا 14 15 وكذا من الفوق، صافي كتبدا تقول ماشي مشكل، المهم نضرب. فهمتوا؟ رخفوا على راسكم، المراجعة وكذا والتفكير، عادي فكر غير في داكشي اللي قريتيه اليوم، غتعاود غدا ما تفكرليش من هنا امتحان خصني كتبدا تضغي دامي. خصوصا شي واحد كيقول صافي انا مثلا كيكون باقي ما راجع ما عملتش، شي واحد كيقول انا غنجيب 18، انا غنجيب 17 في كذا كذا الامتحان وكذا. ديما تحطوا الاهداف ديالكم على امر الواقع. فهمتوا؟ النصيحه ديالي باش انكم تحققوا واحد المردوديه من داكشي اللي كتقراو هادي، دائما بقاو تحطوا واحد الهدف بعيد، ولكن داك الهدف باش توصل لداك السطاج، داك الهدف تحقق بعض الاهداف صغيره. فهمتوا؟ ولكن الا ما كنتوش كتوضعوا واحد الهدف اللي هو كبير، مثلا شنو هو هذا الهدف الكبير؟ ماشي اقول مثلا انت جبتي 10 في الدوره الاولانيه، ماشي غتجيب 18 في الدوره الثانيه. فهمتوا؟ هادشي اللي كنقول لكم، وضعوا اولا اهداف تكون قابله للتحقيق. هذاك الشيء. المهم الموضوع طويل، ولكن المهم انا عطيت لكم المختصر المفيد وصافي. حطوا واحد الهدف كبير وواحد الاهداف صغيره انكم تقدروا تخدموا عليهم من بعد. شي ما كان.